الأرملة علجية بالعيدي من إحدى ماشات بلدية تورا بولاية سقهراس وضعا حياتيا أو معيشيا صعبا حيث تقطن في كوخ مهدد بالانهيار في ظل سوء الأحوال الجوية. أكثر تفاصيل مع رشيد مقدم. بمختلف مشات ولاية سقهراس لا تزال البيوت الطينية القديمة تلقي بظلالها على قاطنيها القرويين، والأرملة علجية بالعيدي تعيش منذ طفولتها في هذا المنزل المهدد بالانهيار، مما يشكل مأساة إنسانية بفعل الظروف الحياتية التي تتفاقم بداخل مسكنها الهشي. قعدت أنا والعزوز يمك قعدت دفنتها قعدت روحتي براسي، قعدت في الدار للروح لأن كذب عليك لا عندي حتى شيء. كان نايم مركة كمثل علي العزوز قعدت غير. وفيما تعاني خالتي علجية بالعيدي بداخل كوخها بإقليم بلدية طاورة ولاية سقهراس في ظل سوء الأحوال الجوية، وضع إنساني دفع بنشطاء الخير إلى المطالبة بتفعيل قيم التضامن في مثل هذه الحالات. لذا نحن نطلب من كل محسني ولاية سقهراس أو خارج ولاية سقهراس المساهمة مع جمعية كفل اليتيم مكتب طاورة لبناء مسكن لائق ليأوي هذه المسنة. وهذا نداء لكل المحسنين في ولاية سقهراس ولكل من يريد أن يبني أجرا في هذه الدنيا ويوجد قصرا في الآخرة. المسكن الريفي القديم مهدد بالسقوط، فيما تبقى المسنة علجية تنتظر اليد الممدودة لإنقاذها من حياة البؤس والشقاء.